لو عايزة بيتِك يبقى مستقر اقتصاديًا، ركّزي معايا في الكلام ده، بالضبط، الأسبوع اللي قبل آخر الشهر أنتِ مش عارفة هتعملي إيه، ومش عارفة هتوفّري طلبات البيت إزاي، وحاجات كتير أوي بتحصل على فكرة إن إحنا مش ناس منظمة، مش ناس مرتبة، ما تيجوا نتكلم بسرعة كده في الخطوات اللي إحنا نعملها عشان تخلّي زي ما باقول لكم الأمور الاقتصادية بتاعتكم مستقرة. دراسة علمية عالمية اتنشرت في مجلة Java Network Open كانت بتتكلم على فكرة إن لازم يكون السكن أقل من الدخل بتاعنا، يعني إيه؟ يعني إحنا لو قاعدين في حاجة إيجار مثلًا ما نروحش ناخد حاجة تكون مثلًا say إن هي ب5000 جنيه وإحنا دخلنا 3000 جنيه. لازم يكون في راحة واستقرار، بمعنى إن إحنا ناخد حاجة إيجار أقل بنسبة كبيرة جدًا من دخلنا، وده بيريّح. الدراسة اللي أنا باقول لكم عليها دي اتكلمت على فكرة إن عدم الاستقرار السكني بيؤدي لمشاكل مادية كبيرة جدًا على المدى الطويل، وكمان بيؤدي لمشاكل أسرية. اتنشر غرضه منع إفلاس الأسر باستخدام قاعدة الثلث، دي كانت بتقسّم مصروفات البيت إلى الادخار. لو عايزة بيتِك يبقى مستقر اقتصاديًا، ركّزي معايا في الكلام ده، بالضبط، الأسبوع اللي قبل آخر الشهر أنتِ مش عارفة هتعملي إيه، ومش عارفة هتوفّري طلبات البيت إزاي، وحاجات كتير أوي بتحصل على فكرة إن إحنا مش ناس منظمة، مش ناس مرتبة، ما تيجوا نتكلم بسرعة كده في الخطوات اللي إحنا نعملها عشان تخلّي زي ما باقول لكم الأمور الاقتصادية بتاعتكم مستقرة. دراسة علمية عالمية اتنشرت في مجلة Java Network Open كانت بتتكلم على فكرة إن لازم يكون السكن أقل من الدخل بتاعنا، يعني إيه؟ يعني إحنا لو قاعدين في حاجة إيجار مثلًا ما نروحش ناخد حاجة تكون مثلًا say إن هي ب5000 جنيه وإحنا دخلنا 3000 جنيه. لازم يكون في راحة واستقرار، بمعنى إن إحنا ناخد حاجة إيجار أقل بنسبة كبيرة جدًا من دخلنا، وده بيريّح. الدراسة اللي أنا باقول لكم عليها دي اتكلمت على فكرة إن عدم الاستقرار السكني بيؤدي لمشاكل مادية كبيرة جدًا على المدى الطويل، وكمان بيؤدي لمشاكل أسرية. اتنشر غرضه منع إفلاس الأسر باستخدام قاعدة الثلث، دي كانت بتقسّم مصروفات البيت إلى